انت ايه اهميه فكره ان انا يبقى عندي اسئله اسالها للناس، وايه الاسئله اللي المفروض ان انا اسالها في الانترفيو لما يقولوا لي ايه الاسئله اللي عندك بعد نهايه الانترفيو؟ ده هيفيدني في ايه بقى؟ طيب، اول حاجه هو فكره ان ما هو انا لو ما عنديش اسئله فلازم اخترع اي سؤال عشان اعرف اساله، عشان هو سؤال لازم اجاوب عليه، فلا. طبعا. وارد جدا تبقى اوريدي انت مذاكر الكومباني كويس، وكل الكويستشنز الاتش ار كان شخص كويس وقتها، ويعني اوريدي بروفايدد يو بكل الانفورميشن اللي محتاجها خلال الانترفيو. فاني اقول ما عنديش اسئله، ده طبيعي لو انت ما عندكش اسئله، يعني حاجه لا تؤخذ عليك. ولكن تمام. عندك اي اسئله تحب تسالها، انا ببقى شايفاها اتس ان opportunity. هو بيدي لك حرفيا الجرين لايت، او بيدي لك المايك ان انت تتكلم، فوقتها تقدر تفيريفاي حاجات كتير قوي. طيب تعالى نبرين ستورم كده، احنا ممكن نبقى محتاجين نعرف ايه. اول حاجه انا هبقى محتاجه اعرف الهيراركي، شكل الاورج تشارت في الديبارتمنت اللي انا بقدم عليه. بمعنى انا بقدم دلوقتي ك اتش ار سبيشالست، تمام؟ تمام. اعتقد هيفرق معايا اعرف انا بريبورت للاتش ار مانجر which is ان انا كده هتعلم، ولا بريبورت للسي او which is ان السي او ده ما عندوش اي تكنيكال اكسبيرينس في الاتش ار، هيكلمني بزنس. فاهمني؟ بالظبط. اه. فانا محتاجه اعرف انا هريبورت لمين. وارد ابقى مقدم على فيكنسي اصلا انا ليا سبوردنس، ليا ناس هم هيريبورتوا ليا، فانا هبقى محتاج اني لما ابقى عارف ان الفيكنسي دي هتحتاج مني شويه ليدرشيب معينه. فدي اول حاجه، هريبورت لمين ويوري لك اوفر فيو عن شكل الديبارتمنت اللي انت هتجوين فيه. محتاج اعرف قوي، لان احنا طول الوقت بنعمل انترفيوز وطول الوقت بنقدم